لو فكرنا فيها، الكمبيوتر في الأساس هو مجرد صندوق صامت مليء بالدوائر الإلكترونية. طيب، كيف بيشوف وبيسمع وبيتذكر وبيتفاعل مع عالمنا؟ الإجابة بسيطة: الملحقات الطرفية. هذه الأجهزة هي حواس الكمبيوتر، هي اللي بتحوله من آلة جامدة إلى الأداة التفاعلية القوية اللي بنعتمد عليها كل يوم. خلونا نبدأ جولتنا في عالم الملحقات المدهش هذا. أعتقد أن هذه الصورة مألوفة جدا للكثير منا، أليس كذلك؟ نبدأ بجهاز كمبيوتر أنيق وبسيط، وفجأة نلاقي أنفسنا محاطين بشبكة معقدة من الكابلات والأجهزة. كل جهاز جديد نشتريه كأنه يفتح الباب لجهاز ثان، وهذه هي باختصار قصة عالم ملحقات الكمبيوتر. في رحلتنا اليوم رح نغطي 5 محاور أساسية. بنبدأ بالتعريف، وبعدها منغوص في كيفية تخزين الكمبيوتر للمعلومات وكيف يعرضها لنا وكيف نتواصل معه، وفي النهاية كيف كل هذه الأجزاء تشتغل مع بعضها كنظام متكامل. إذن خلونا نبدأ من النقطة الأولى. ما الذي نعنيه بالضبط بكلمة ملحقات أو طرفيات؟ التعريف قد يبدو تقنياً لكنه بسيط جداً. باختصار، أي شيء نوصله بالكمبيوتر وهو ليس العقل المدبر يعني المعالج أو الذاكرة قصيرة المدى الرام أو مصدر الطاقة، فهو يعتبر جهاز طرفي. هذه الملحقات هي الجسر اللي يربط العالم الرقمي داخل الجهاز بعالمنا المادي. وهذه بعض الأمثلة اللي نستخدمها كل يوم تقريباً. الشاشة هي عيون الكمبيوتر، الميكروفون هو إذنه، الكيبورد وسيلة اللمس، والأقراص الصلبة هي ذاكرته طويلة الأمد. كلها أدوات للإدخال والإخراج والتخزين، وهي اللي بتخلي الكمبيوتر أداة مفيدة فعلاً. طيب، ننتقل الآن إلى ذاكرة الكمبيوتر. الموضوع مش بس عن حجم التخزين، الأهم هو سرعة الوصول للمعلومة. وهنا يجي دور مفهوم أساسي في تصميم الكمبيوترات اسمه التسلسل الهرمي للتخزين. المبدأ هنا هو وجود معادلة أو مقايضة لا مفر منها. مثل ما هو واضح، كل ما كانت الذاكرة أسرع كان سعرها أغلى وسعتها التخزينية أقل، والعكس صحيح تماماً. لهذا السبب الكمبيوتر ما يعتمد على نوع واحد من الذاكرة، بل يستخدم مزيجاً ذكي من أنواع مختلفة عشان يحقق أفضل توازن بين السرعة والسعة والتكلفة. وهنا يتضح الفرق بشكل مذهل. لاحظوا الفجوة الهائلة في السرعة. إحنا ما نتكلم عن فرق بسيط. الانتقال من ذاكرة المعالج إلى القرص الصلب يشبه القفز من ثانية واحدة إلى عدة أشهر. هذا يعني أن أبطأ ذاكرة رئيسية لا تزال أسرع بملايين المرات من أسرع قرص تخزين، وهذا يفسر ليش ترقية بسيطة في قرص التخزين ممكن تغير أداء الجهاز بالكامل. وعشان نفهم سبب هذا البطء النسبي لازم نشوف إيش في داخل القرص الصلب التقليدي. هذا الجهاز ليس مجرد شريحة إلكترونية، بل هو تحفة ميكانيكية دقيقة فيها أطباق تدور آلاف المرات في الدقيقة وذراع يتحرك بسرعة ودقة مذهلة. عملية قراءة معلومة واحدة هي رحلة ميكانيكية مكونة من 3 خطوات. أولاً، الذراع لازم يبحث عن المسار الصحيح. ثانياً، لازم ننتظر القرص يدور لحد ما يوصل الجزء المطلوب تحت رأس القراءة. وأخيراً، يتم نقل البيانات. كل هذه الحركات الفيزيائية تأخذ أجزاء من الثانية، وهذه مدة تعتبر دهراً في عالم الحوسبة. وهنا حصلت الثورة الحقيقية مع ظهور أقراص الحالة الصلبة أو ال SSDs. الفكرة العبقرية كانت ببساطة التخلص من كل الأجزاء الميكانيكية المتحركة واستبدالها بذاكرة فلاش صامتة وفورية، والنتيجة قفزة هائلة في الأداء تصل إلى 100 ضعف. لقد قضينا على زمن البحث والانتظار، وتحولت عملية الوصول للبيانات من رحلة ميكانيكية طويلة إلى مجرد إشارة إلكترونية شبه فورية. حسناً، فهمنا كيف يتذكر الكمبيوتر. الآن خلونا نشوف كيف يتكلم معنا بصرياً. كيف يحول البيانات الصماء إلى صور ونصوص نشوفها على الشاشة. كل شيء يظهر على الشاشة الآن، من هذه الكلمات إلى أصغر تفصيل في الخلفية، هو في الحقيقة عبارة عن لوحة فسيفساء مكونة من ملايين النقاط الضوئية الصغيرة جداً اللي نسميها بيكسل. كل بيكسل له لون وسطوع معين، ولما بتجتمع هذه الملايين مع بعضها تتشكل الصور المذهلة اللي نشوفها. وعشان نتخيل حجم التحدي، فكروا في هذا الرقم: صورة واحدة عالية الدقة
تحتاج وحدها حوالي 11 ميجا بايت من البيانات. الآن تخيلوا لعبة فيديو تعرض 60 صورة مثل هذه في كل ثانية. حجم البيانات هائل، وهذا يوضح ليش نحتاج لمكونات متخصصة وقوية جدا للتعامل مع الرسوميات. خلونا نرجع بالزمن شوي عشان نشوف حجم القفزة اللي صارت. هذه هي لعبة بونغ، من أوائل ألعاب الفيديو. رسوميات بسيطة جدا، مجرد مستطيلات بيضاء على خلفية سوداء. هذا يوضح لنا القدرات المحدودة جدا للعرض في ذلك الوقت. عالم مختلف تماما عن العوالم ثلاثية الأبعاد الواقعية اللي نشوفها اليوم في الألعاب. المسؤول الأول عن هذه القفزة الهائلة هو هذا المكون، وحدة معالجة الرسومات أو الGPU. فكروا فيه كأنه معالجاً فائق التخصص. بدلاً من وجود عقل واحد يقوم بكل شيء بالترتيب، الGPU يحتوي على آلاف العقول الصغيرة الأنوية اللي تشتغل كلها مع بعض في نفس الوقت، كل وحدة مسؤولة عن جزء صغير من الصورة. هذه القدرة على المعالجة المتوازية هي سر قوة الرسوميات الحديثة. شفنا كيف الكمبيوتر يخزن البيانات وكيف يعرضها. الآن حان الوقت لنرى كيف نعطيه الأوامر والمعلومات. هذه المقارنة تلخص تطور كبير جدا في طريقة إدخال البيانات. انتقلنا من الباركود الخطي اللي يخزن كمية صغيرة من المعلومات في بعد واحد فقط، إلى رمز الاستجابة السريعة اللي يستخدم بعدين الطول والعرض عشان يخزن كمية أكبر بكثير من البيانات في نفس المساحة. انتقلنا من مجرد مسح سعر منتج إلى فتح موقع ويب كامل بمسحة واحدة. وطبعاً طرق الإدخال اليوم صارت متنوعة جداً. عنا الطرق الكلاسيكية مثل الكيبورد والماوس، لكن الآن أجهزتنا وخصوصاً الهواتف الذكية مزودة بجيش كامل من المستشعرات مثل الGPS ومقياس التسارع، وهيدي المستشعرات تزود الكمبيوتر باستمرار ببيانات حية عن موقعه وحركته في العالم الحقيقي. والآن وصلنا للمحطة الأخيرة. كيف كل هذه الملحقات المختلفة، الذاكرة، الشاشة، لوحة المفاتيح وغيرها، تعمل مع بعضها بتناغم كنظام واحد متكامل؟ هذا الاقتباس من المصدر مدهش جداً ويدعونا للتفكير. ممكن نعتقد أن العقل المركزي للكمبيوتر هو دائماً الجزء الأكثر تعقيداً، لكن الحقيقة هي أن بعض الملحقات مثل طابعة متطورة أو شاشة عالية الدقة تحتوي بداخلها على معالجات وتكنولوجيا قد تفوق في تعقيدها الكمبيوتر اللي هي متصلة به. هذه الأجهزة ليست مجرد إضافات بسيطة، بل هي أنظمة حاسوبية معقدة بحد ذاتها. وهذا يتركنا مع سؤال مفتوح للمستقبل. في عالم كل شيء فيه يتجه نحو الاتصال والذكاء، ما هو يا ترى الجهاز الطرفي القادم اللي سيغير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا ويصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا، تماماً مثل ما فعلت الفألة والهاتف الذكي من قبل؟ تم تقديم هذا الشرح بناء على الإطار العلمي الذي وضعته الدكتورة إيمان طعمة الشمري. شكراً جزيلاً على المتابعة.